هعمل معاكم النهاردة وصفة الأطفال كلها هيحبوها وهيدعولي عليها. هنلون البيض بتاع شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. حلو قوي ان انتي تعملي الحاجات دي لولادك الصبح على الفطار يوم شم النسيم. مبهجة وحلوة قوي وبتحسي كده بالسعادة رهيبة. هنعملها بطريقة سهلة جدا، يلا بينا. هحضر البيض، اهم حاجة يكون ابيض. طبعا احنا سالقينه كويس جدا، تمام. هنحضر بقى الوان الطعام الجل المتوفرة عندنا، ده لو موجودة هقول لكم بديل ليها في الفيديو. كل الالوان المتوفرة عندي انا هستخدمها. هحضر بقى اطباق صغيرة بالشكل ده واحط في كل واحدة فيها تقريبا معلقتين من المية، واحضر كمان شوية من المناديل وشوية من الاساتك لو متوفرة. تقدروا تعملوا الوصفة دي من غير اساتك على فكرة، مفيش اي مشكلة خالص. ببتدي احط 3-4 نقط كده من كل لون انا عايزاه. انا حطيت الالوان الاساسية اللي هي مثلا زي الازرق وكمان الاحمر وكمان الاصفر والاخضر، ده طبعا اساسي. وكمان حطيت اللون البيربل. ببتدي اقلب الالوان دي كلها كويس جدا بالستيك بتاع الكفتة بالشكل ده. بقلبهم كويس قوي. بتهيألي لحد كده الدنيا تمام وزي الفل، يعني سهلة جدا مفيهاش اي افتكاسات خالص. بحضر طبق بس عشان اشتغل فيه عشان ما يبهدلش الدنيا عندي. وبحط المنديل واحط البيضة بالشكل ده والفها بايدي زي ما انتوا شايفين. تقدروا تبرموها بس كده، بس زيادة اكيد بحب اقفلها باستك. بس عملتلكوا كام واحدة من غير استك، هعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. بالتالي الموضوع سهل جدا وبسيط. هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة واتأكدت انهم اتغلفوا كويس بالمنديل. هاخد واحدة واحدة برضو في الطبق علشان ما تعملش اي قلق وتبهدل الدنيا بالالوان بتاعتنا. ببتدي احط بالمعلقة بالشكل ده بطريقة عشوائية، شوية اصفر على اخضر على احمر اللي انتي عايزاه. تمام، ده بالنسبة للطريقة اللي هي بالالوان الجل. تقدري تستخدمي الطريقة التقليدية خالص، وبالتالي ناس كتير قوي يعملوها، الموضوع بسيط. اللي هو مثلا بالكرنب الاحمر بتحطيه على النار مع شوية مية مع معلقتين من الخل وتحطي فيه كام بيضاية، ده يديك اللون البيربل شوية، يعني الموف شوية. ممكن تعملي بقشر البصل الاحمر. في افكار كتير جدا لسلق البيض او تلوين البيض بمعنى اصح، بس الطريقه دي انا بحسها اظرفها لانكم هتشوفوا النتيجه عامله ازاي. بالتالي شفتوها في اول الفيديو. سبتها تنشف تماما. بتاخد تقريبا ساعه كده وببتدي ان انا افتح عليها. بتكون الورقه طريه، المنديل يعني طري ما بيكونش ناشف عليها. وبتديك التجزيعات العشوائيه الخطيره دي، تداخل الالوان ملوش حل. يجنن. بصوا حاجه كده خطيره، تحس ان انتي رسماها بريشه ريشه فنان يا جماعه والله. حلوة قوي قوي بجد. من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها لاولادكم، هيحبوها جدا. بتدي كده احساس بالسعادة والانشكاح كده اذا كنا احنا الكبار بنحبها. شايفين يا جماعة؟ شايفين اشكال هندسية والله. انا لو قاعدة اعملهم بفرشة مش هيطلعوا بالعظمة دي. في واحدة بقى كده عايزة اوريها لكم، هي اللي خطيرة وعجبتني جدا في الهيصة دي كلها. هي اللي حتى هتلاحظوا ان انا كل شوية عمالة امسكها وهعمل زوم عليها. ايوه اللي بزوم عليها دي. تحس بص لون ازرق وفيها من بره كده لون البينك كده، خطيره خطيره. ودي تحسوا زي الحمام اللي بيطير. بصوا اشكال كده خطيره بجد. جربوها وهتعجبكم قوي، وبجد اولادكم هيفرحوا بيهم قوي. الموضوع ما خدش ثواني، يعني عارفين ما خدش حاجه خالص اصلا. الاولاد بتحب الحاجات دي قوي الصبح مع البريوش بقى، مع الفطير، مع الفطار بقى بتاع شم النسيم. بجد بتفرق جدا معاهم. هي دي يا جماعه اللي انا بحبها. جربوا الوصفة وبإذن الله هتعجبكم قوي، أنا متأكدة من كده. وقولوا لي هل بتلونوا بالطريقة دي ولا بتلونوا بالطريقة التقليدية بقشر البصل بقى والكرنب والحاجات دي. قولوا لي في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين، وعرفوني كمان بتقضوا شم النسيم ازاي. هل بتخرجوا فيه ولا بتقعدوا في البيت زي حالاتي؟ وهل بتاكلوا بقى فسيخ ورنجة وحاجات من دي ولا بتقضوها ازاي؟ عرفوني بقى بالظبط انتوا بتقضوا اليوم ازاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.